وانا بعمل لك الفيديو ده لاحظت ان تذاكر ماتش الزمالك وسموحه نزلت وخلصت اصلا. فوالله العظيم شابوه لجمهور نادي الزمالك اللي هو المعادله الاصعب في مشوار نادي الزمالك في اي بطوله، هو اللي بيجيب البطولات لوحده اصلا. بيعمل كل حاجه عشان الزمالك يتوج ببطوله، لا لاعيبه بتفرق معاه، لا مجلس اداره. ولو لاحظت والله عمر ما كان جمهور الزمالك صديق لمجلس اداره او له حد في مجلس الاداره بيتكلم معاه. لا، جمهور الزمالك فكره من دماغه، كل حاجه من دماغه، تيفوهات هو اللي بيعملها، هو اللي بينسقها مع نفسه. فمالناش دعوه بحد في الاداره، ما لهمش دعوه بحد من اللعيبه. اللي بيلعب حلو الجمهور بيرفعه للسماء، اللي بيلعب وحش الجمهور بيهينه، بس بيهينه في حدود الكوره، في حدود الادب والاحترام. ما عادش يلعب يقعد على الدكه وكده. دلوقتي ارمي كل اللي فات وراك، مش مهم اللي حصل في ماتش الاهلي، مش مهم اللي حصل قبله في انبي، مش مهم اللي حصل. كل ده ماتش وعدى، هم 3 بونت. يوم لما تكسب الدوري ان شاء الله في الاخر مش هيتقال ان في موسم 2026 الاهلي كسب الزمالك 3-0، بس هيتقال ان الزمالك بطل الدوري بعدين في المستقبل بعون الله. كله هيقول الزمالك هو اللي كسب الدوري سنتها، مش هيتقال الاهلي خد ايه. افتكر ان انت في 2019 جيت كسبت الاهلي 3-1 يوم اسامه فيصل، محدش قال لك الزمالك كسب الاهلي 3. كل قال ان الاهلي هو بطل الدوري في الاخر، وجمهور الاهلي كان اول ناس قالت كده. بس نكش الكوره والكلام في الكوره مش هينتهي ما بين الجمهور. فنلاقي طالبه من كل لاعب من الزمالك، انا عايزك الماتشات الجايه اللي حصل حصل خلاص وانتهى، بس انا عايزك تبقى راجل في الملعب. عايزك تبقى راجل وعلى قد المسؤوليه، وشوف الجمهور يا جدع وانت خسران 3-0 شوف كان عامل معاك ازاي. يا جدع شوف التذاكر نزلت بقول لك خلصت على طول في الماتش الجاي بتاع سموحه. ليه؟ لانهم عندهم امل فيكم، شايفينكم رجاله وعلى قد المسؤوليه. وعادي اللي انت وقعت ما فيهاش اي حاجه. كده كده انت الفريق الوحيد اللي مصيره بايده. انت اللي هتحدد بطل الدوري. لو كسبت ماتشين خدت الدوري لوحدك، مش مستني حاجه من حد. الباقي كله هو اللي مستني منك. فلعيبه الزمالك العبوا الماتش الجاي برجوله، بروح، نفس الاداء. العيال الصغيره هي السبب في اللي احنا فيه، ما عدناش بنلاعبها. دي نقطه نفسي اتكلم فيها. كابتن معتمد، كابتن معتمد بطل مجاملات، بطل عبد الله السعيد، بطل ناصر منسي، بطل حسام عبد المجيد. لا بيأدوش في الملعب وما بيعملوش اي حاجه. وناصر منسي اللي بقاله 4-5 ماتشات اناني حقود، ما بيلعبش لزمايله، عايز كل كوره يجيبها هو جوه، تحركاته كلها غلط. انا مش عارف انت بتفضل تلعبه في الملعب ليه؟ لقوا في الماتشات اللي فاتت كلها، سيبك من ماتش الاهلي اللي قبله كله، تقوم مطلع عدايب، نزل شيكو بنزا واحمد شريف وسايب ناصر في الملعب. معرفش ليه يا كابتن معتمد. طب انت يا كابتن معتمد بلاعيبه كتير صغيره قدم وعملوا اداء حلو. الخضري، الواد الوائل الفرنسي، محمد ابراهيم باك اليمين. انا ما اعرفش انت ما لعبتوش الماتش ده ليه؟ انا مش فاهم والله. كابتن معتمد ما تخافش، انت عامل اعجاز، عامل موسم تاريخي، موسم استثنائي، بس ما تبوظوش في الاخر بقى. ما تجيش وانت الكل بيقول عليك بطل الدوري تبوظها. ما تجيش والكل بيقول عليك بطل الكونفدراليه اللي خايف لا تبوظها هي كمان. واللاعيبه عليهم دافع وعامل كبير قوي. اللاعيبه لازم تبقى مش خايفه، ما تبقاش جبانه من حاجه. انت المركز الاول في الدوري، انت اللي في ايدك تحدد مصيرك. انت مش مستني هديه من حد، هم اللي مستنيين هدايا منك. انت الفريق الوحيد في ال3 اللي عارف ان انت لو كسبت الماتشين خدت الدوري بدون النظر لاي فرقه تانيه. انت الزمالك، سيبك بقى من كل ده انت الزمالك. انت الفرقه بتنزل بتبقى نازله الماتش خايفه منك. المفروض ما تبقاش انت مرتبك زي حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد والله الاهلي ما كان حلو في الماتش يا شيخ، بالله الاهلي ما كانش حلو. حسام عبد المجيد اللي ادالهم الماتش بسهوله. والله الاهلي ما كان، والله عن اقتناع الاهلي ما كان حلو في ماتشين. حسام عبد المجيد اللي ادالهم الماتش بكل سهوله. فيا جماعه نركز، ما تفكرش الا في ماتش سموحه. ماتش واحد اللي هو سموحه، ما مش مهم نهائي الكونفدراليه، مش مهم اخر جوله اللي هي سيراميكا. انت بتفكر في ماتش سموحه، اهم حاجه ال3 بونت بتوع سموحه. لما يجي نهائي الكونفدراليه تفكر في نهائي الكونفدراليه بس، ولا كأن الدوري موجود. بعد ما تخلص نهائي الكونفدراليه ان شاء الله وناخدها، تيجي تكسب سيراميكا كمان، ساعتها تقوم واخد الدوري 100%. لعيبه الزمالك رجالهم ما تخافوش من حاجه، انتوا قدها وقدود، وان شاء الله والله الزمالك بطل الدوري وبطل الكونفدراليه.